أسعدتم أوقاتنا أعزائي المشاهدين مع حلقة تحت عنوان الكرد في حمص وحماة عبر التاريخ. ضيفي هو الأستاذ علي شيخو برازي، فنان تشكيلي، كاتب وباحث. فمرحبا بك أستاذ علي. أهلا بك وبمتابعيك أستاذ علي. طبعا هذا الموضوع موضوع جدا مهم، خاصة بالنسبة للأخوة العرب حتى يطلعوا على التاريخ السوري. هذا التاريخ مشترك بيننا وبينهم. طبعا التاريخ السوري تاريخ عريق كتير ومر بمراحل مهمة جدا. الشعوب السورية يعني لازم نفهم هذه المسألة، أن هناك شعوبا سورية وليس شعبا سوريا واحدا. حتى يعني هلا لما نذكر هذا الموضوع راح يبين معنا في كم شعب عبر التاريخ سكن بسوريا وظل بسوريا. ما في أي وثيقة تاريخية تثبت أن الشعب الفلاني هجر من سوريا ولم يعد إلى هذه الديار. سوريا عبر تاريخها الطويل صديقي مرت بمراحل عدة، وفي كل مرحلة كانت تحت حكم معين، والتاريخ يذكر الحاكمين ولا يذكر المحكومين. هذا شيء معروف يعني، ولا يذكر المحكومين. في هذه حقيقة لابد الإقرار بها. ومدينتا حمص وحماة كما المدن السورية الأخرى تعرضتا عشرات المرات للاحتلال والغزو ومئات الحروب التي غيرت الكثير من خصوصياتهما. شعوب وأمم كثيرة استوطنت في سوريا في مراحل التاريخ المختلفة، وهذا ما يجعل هوية سوريا العرقية غير واضحة المعالم، لأن شعوبا عديدة ساهمت في الاستمرار في هذه الحضارة مثل الفينيقيين، الآراميين. أنا أذكر هذه الشعوب على شكل تسلسلي: الفينيقيين، الآراميين، الحثيين، الهوريين. طبعا الحثيين والمصريين كانوا مع بعض بسوريا. الميتانيين، الآشوريين، الرومان، العبريين، السريان، الفرس، العرب، السلاجقة، الكرد الأيوبيين، والترك العثمانيين، وإن استعربت هذه الأمم والشعوب خلال الحكم العربي الإسلامي. ومن بين هذه الشعوب التي سكنت سوريا منذ العصور التاريخية القديمة واستمرت على هذه الأرض حتى الآن هو الشعب الكردي. فقد سكن الهوريون والميتانيون سوريا منذ الألف الثانية قبل الميلاد، وهم من شعوب جبال زغروس القديمة، وهم أسلاف الكرد. فقد استقر الهوريون والميتانيون في سوريا وأسسوا فيها دولا وممالك. حكمت سوريا والمناطق المجاورة لها حقبة غير قصيرة من الزمن، فحماة وحمص من ضمن المدن السورية التي حكموها أسلاف الكرد كالهوريين والميتانيين والساسانيين. وليس هناك هوية عرقية خالصة بالنسبة للشعب السوري لأي مدينة كانت حسب ما ورد في التاريخ القديم والحديث. فكل المدن في العالم سكانها خليط من الأعراق والقوميات، وهذه حقيقة تاريخية يجب أن نعترف بها. فقد كانت سوريا بما فيها حما وحمص تحت حكم الحثيين، وبعد حرب طويلة خضعت حما وملحقاتها حتى نهر الفرات لحكم الفراعنة في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. ثم كان الحكم مشتركا في حما وغيرها حتى كركميش على نهر الفرات. كركميش يعني جرابلس اللي تكون غربي كوباني مباشرة ب 35 كيلومتر. ثم خضعت حما وباقي المدن السورية لحكم الهوريين، وكانت عاصمتهم أورفا. والميتانيين الذين كان عاصمتهم واشوكاني أي سريكاني، رأس العين، تسمى رأس العين. وقد كانت عاصمتهم تلك المنطقة على نهر الخابور بين 1500 و 1300 قبل الميلاد، ثم لبني إسرائيل في 1000 قبل الميلاد، إلى أن غزاها الآشوريون
في 883 قبل الميلاد، وحكموها حتى 717 قبل الميلاد. ثم وقعت حما وحمص وباقي المدن السورية تحت حكم الروماني إبان حكم الإسكندر المقدوني إلى عام 64 قبل الميلاد، ودام حكم الرومان والبيزنطيين قرابة 700 عام، ثم كانت تحت حكم الساسانيين إلى أن وقعت تحت حكم العربي سنة 637 للميلاد. نحن نذكر المراحل التاريخية حتى يفهم المشاهد وقارئ التاريخ والذي يهتم بهذا المجال أن الشعوب السورية من هي وبأي مراحل مرت. فالوجود الكردي في حما وحمص قديم جدا. أسماء حما تدل على وجود الكثير من القوميات السورية نظرا لتسمياتها غير العربية، ولكل اسم معنى بلغة الشعب الذي سكن هذه الديار عبر التاريخ المكتوب على أقل تقدير. إيماتا، إيفانيا، حمث، يعني كلمة حمث كانت تعني حما وحمص أيضا، وتعني هذه الكلمة بالآرامية الحصن. فالوجود الكردي في حما وحمص قديم منذ عهد الهوريين والميتانيين كما أسلفنا، وهذه وثيقة تاريخية تؤكدها الآثار الموجودة في سوريا. فقد وجدوا الميتانيون والهوريون بقوة في حما وحمص وهم أسلاف الكرد كما ذكرنا. يقول مؤرخ حمص الخوري عيسى أسعد الذي كتب تاريخ حمص عام 1940 عن الميتانيين. طبعا لما نعود لأوائل القرن العشرين ترى أن كل الذين كتبوا عن التاريخ السوري كتبوا بإنصاف عن شعوبها. أتذكر كاتب أدهم آل جندي كتب عن الثورة السورية أثناء الاحتلال الفرنسي، وليراجع هذا الكتاب قراء التاريخ كيف أنصف الشعب السوري في مقاومته ضد الاحتلال الفرنسي. عيسى أسعد الخوري عيسى أسعد يقول عن الميتانيين إن بعض المستندات المأخوذة من أوائل الألف الثالث قبل الميلاد دلت على وجود شعب قوي كان في شمال الجزيرة ورث الحضارة السومرية وشاد حضارته على أنقاض تلك، وظهرت قوة هذا الشعب في الألف الثانية قبل الميلاد، إذ وجدت عدة أسماء مأخوذة من لغته الصعبة. لاحظ هذه الكلمة. وفي أثناء الأمبراطورية الساسانية كانت حمص وحما تحت الحكم الساساني، والمعروف أن الساسانيين كانوا كردا. وقد روي صاحب الأخبار الطوال أحمد بن داود الدينوري في كتابه الأخبار الطوال طبعا صفحة 69 إن كسرى نوشيروان أو ما يسمى بالعربية أنوشيروان أعلن الحرب على قيصر الروم لأنه لم يجبر خالد بن جبل الغساني على رد ما أخذه من النعمان بن منذر بالغزو، فتوغل كسرى فيما بين النهرين وهي إذ ذاك بأيدي الروم، فاحتل مدينة دارا والرها، رها يعني أورفا وقنسرين ومنبج غرب نهر الفرات اللي يقع حاليا في سوريا، وحلب وأنطاكيا، وسبي أهلها إلى العراق، وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جانب الطيسفون مثل أنطاكيا دعيت بالرومية، وولي أمرهم رجلا نصرانيا من الأهواز يدعى مزدفنا. فكتب قيصر إلى كسرى يسأله الصلح، فذكره كسرى فكره كسرى البغي، فرد له المدن التي أخذها على أن يؤدي له ضريبة كل عام. ولما قفل كسرى أصابه مرض شديد فمال إلى حمص فأقام بين جنوده، وأقام بين جنوده
أي أن جنود الساسانيون كانوا في حمص، كانوا في سوريا، كانوا مستقرين في سوريا، فقام بها بين جنوده حتى تماثل للشفاء. فالأراضي الجبلية القريبة من سواحل بلاد الشام، خاصة التي تقع غرب المدن السورية الداخلية حمص وحماة وغيرها من المدن الداخلية، من أقدم المناطق التي سكنها الكرد. فبعد زوال الدولة الحمدانية حكمت حمص قبيلة بني كلاب العربية، وكان حاكمهم فيها شبل الدولة بن مرداس الذي أسكن الكرد في قلعة على طريق طرابلس سنة 1031 للميلاد لحماية طريق القوافل، وسميت القلعة بعد ذلك بحصن الأكراد. معروف أن هذه القلعة تقع على طريق لبنان وتبعد عن مدينة حمص حوالي 60 كيلومتر، ولا يزال هناك قرى كردية مثل الحصن طبعا هي حاليا مدينة وليست قرية، ووادي المولى، العامرية، تل الشحم، عدا وجودهم في مدينة الكلخ. وفي حماة كان للكرد دورا كبيرا في بنائها وترميم سورها وقلعتها أثناء الأمبراطورية الأيوبية، والذين سكنوا حماة وحكموها تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الذي قام ببناء مدارس كثيرة في حماة، ثم ابنه محمد الذي ازدهرت حماة بالعلم في عهده، ثم حفيده محمود، ثم ابن حفيده محمد، والملك المؤيد إسماعيل بن علي بن تقي الدين عمر الملقب بأبي الفداء. وقد سميت حماة بمدينة أبي الفداء لدوره الكبير في الأسس الحضارية للمجتمع الحموي. وفي أثناء الحكم العثماني في القرن السادس عشر سكنت عشيرة الحسكية الكردية في نواحي حمص، التي كانت تجمع الضرائب من تلك المناطق لصالح السلطان. التوافد الأخير للكرد إلى مدينة حماة، هذه المراحل التي ذكرناها ليس هناك فاصل كبير في التاريخ بين هذه المراحل، فهي سلسلة مستمرة ما قبل التاريخ حتى التاريخ الحديث. التوافد الكردي لمدينة حماة وحمص ونواحيها كان في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وقد كان لوجودهم عدة أسباب، أهمها البحث عن المراعي الخصبة وانتقال خدمة بعض العسكريين المتطوعين في الجيش العثماني إلى حماة، ومن ثم ذهبت عائلات أخرى إلى حماة والسلمية وغيرها من القرى التابعة لحماة، حيث أقربائهم هناك ولأسباب عدة وفي أزمنة مختلفة، وينتمون إلى عدة عشائر الكردية مثل زرواران، شدادان. كلمة شدادان البعض يعتقدها عربية لكن غير عربية، فهي من شاهداد. شاهداد يعني الحاكم العادل، فيلفظونها العرب وحتى نحن الكرد نلفظها حاليا شداد. شيخان، عشيرة الشيخان، عشيرة الميران، وعشيرة الملان أو التحالف الملي المعروف كردستانيا ومعروف التاريخ. فعندما ضاقت المراعي في سهل سروج على البرازية، اتجه قسم منهم إلى محافظة حلب وقسم إلى محافظة حماة، وسكنوا في خربة عارف، يعني هذه القرى خربة القصر وبولس، ومن قرى حماة، ومن عائلة عبد الله آغا بن هولو خان بن شمدين الشدادي الذي سكن تلك المنطقة عام 1780. وبعد ذلك سكن كل من حمو آغا بن أحمد آغا بن جمعة وابن عمه باقير آغا بن جمعة في مدينة حماة، وهؤلاء أجداد محسن البرازي وحسن البرازي وغيرهم من الذين حكموا سوريا وساهموا في الحضارة في سوريا وفي الأسس السياسية وفي جميع نواحي الحياة العلمية وغيرها. في العقد الأول من القرن التاسع عشر أرسل محمد علي باشا والي مصر
في طلب أحمد آغا بن عبد الله آغا البرازي إلى أن يأتي معه ب40 مقاتل من البرازية ليكونوا عونا له هناك أثناء حكم محمد علي باشا في مصر. وكان للبرازية دور كبير في القضاء على المماليك في معركة القلعة عام 1811. تزوج فارس آغا بن حمو آغا، حمو آغا بيكون جده لمحسن برازي، تزوج بنفشة ابنة طوسون بنت محمد علي ابن محمد علي باشا. طبعا لا ننسى أنه كثير شخصيات اللي ساهمت في بناء سوريا الحديثة، نذكر منهم على سبيل المثال حسني البرازي الذي كان محافظا على لواء الإسكندرون قبل فصل اللواء عن سوريا باتفاقية أممية مع تركيا، وكان في فترة رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية في 34. حسني الزعيم هو من أكراد حلب، لكن هذا من أكراد حماة. حسني الزعيم حسني البرازي ومحسن البرازي من أكراد حماة. أما حسني الزعيم الضابط الذي قام بأول انقلاب بسوريا عام 49 كان كرديا حلبيا، ويعتقد أنه من منطقة برزان، أصوله من منطقة برزان. طبعا ظلموا هذا الشخص كثيرا في التاريخ ووصفوه بأوصاف لا تليق برجل بنى المدنية في سوريا. أنا فعلا لما حدا يتكلم عن سيرة حسني الزعيم، الذين عاصروه يعرفوا هذه الحقبة جيدا، ويعرفوا ما عانوه من تسلط شكري القوتلي. شكري القوتلي من العائلات الأقطاعية المعروفة بسوريا، كانوا ضباط يذهبون للقائه، وأي ضباط قائد الجيش السوري في الجبهة مع إسرائيل، كانوا يذهبون ويجلسون ساعات في مكتبه حتى يستقبلهم أو لا يستقبلهم، وهذا ما أدى إلى الانقلاب على شكري القوتلي. طبعا الشيء بالشيء يذكر صديقي. على سبيل المثال، ونرجع على الشخصيات الأخرى، حسني الزعيم في انقلابه لم يجرح شخصا واحدا، وعندما علم أن الجنود اعتقلوا شكري القوتلي ذهب بنفسه وأخرجه من السجن، وقال هذا رجل كان يدير هذه البلاد وكان رئيس جمهورية، ولا يليق به أن نضعه في السجن. كان انقلابا أبيضا انقلاب حسني الزعيم، والكل يعرف الانقلابات الأخرى، انقلاب سامي الحناوي الذي قتل الناس بدون ذنب، أعدم حسني الزعيم ومحسن البرازي في حقل طرطوس بدون أي ذنب، والتاريخ يشهد كل هذه الحقائق. حتى لا نطلع من إطار حماة. هذه حماة وهذا تاريخها، وهذا هو المكون الذي عاش بهذه المدينة عبر العصور التاريخية. وهذه المصادر هي مصادر عربية، لم نأتي بها من مصادر أخرى غير المصادر العربية، رغم أن كتاب العرب في ذلك العهد ابن خلكان والمسعودي وابن الأثير والطبري وغيرهم لم يكونوا ملمين بالتاريخ بالشكل الواسع. إلى هنا كما يقال انتهت هذه الحلقة. إلى حلقة أخرى أعزائي المتابعين،
وموضوع آخر عن مدينة سورية أخرى ووجود المكون الكردي ومساهمته في الحضارة.